بسم الله الرحمن الرحيم. مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، يعني إذا أطلقنا في كلمة قلنا هذا حديث موقوف أو خبر موقوف يراد منه أنه صحابي. لكن إذا استعملنا قلنا موقوف على الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد والصحابي مثلا في 3 طبقات أو 4، معلش هذا من حيث تقييد. لكن عند الإطلاق متى قلنا موقوف يعني يراد به على الصحابة. قالوا ما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا. هذا ما يتعلق بالموقوف. جاء بشيء آخر أيضا من الاصطلاح الذي يعني سبق استقرار الاصطلاح بين المحدثين، وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. الموقوف ما قلنا كلام الصحابي، طيب فالخراسانيين يعرفون كلام الصحابي بالأثر وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالخبر أو بالحديث. لكن هذا يعني اصطلاح ليس عليه أهل العلم قاطبة، بل المشهور أن هذا يطلق، الأثر يطلق على الحديث والخبر يطلق على كلام الصحابي. الحديث يطلق على كلام الصحابي والخبر يطلق على كلام الصحابي، والأثر يطلق على كلام الرسول كما يطلق على كلام الصحابي وكلام التابعي أو تابع التابعي. واضح؟ وسيأتي نعم يا شيخ. الأثر أعم. إيه معلوم أثر من يعني البقية، سمي أثرا لأنه أثر أي نقل وبقي من قول أولئك. وسيأتي معنا إن شاء الله في مقدمة صحيح مسلم في عبارة من عباراتي أنه أطلق الأثر على الحديث النبوي، أطلق الأثر على الحديث الشريف، يأتي إن شاء الله. فهذا اصطلاح يشير إليه أيضا. قالوا موجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني، ربما تكون عندكم بالفتح، أنا عندي هكذا مشكولة لكن هي مضبوطة عند العلماء بالضم. إذا كان عندكم مشكولة بالفتح اضربوا على الفتحة وحطوا ضمة، وإذا كان ما في فتحة ولا ضمة اشكلوها بالضمة. فوراني بضم الفاء، ضبطه ابن خلكان في الوفيات. وهذا فقيه من فقهاء الشافعية. يلاحظ أنه أهل المصطلح أغلبهم ينقلون فيما يتصل بكلام غير منقول يعني مأثور عن أصوليين شافعية، لأن أغلب المتحدثين في هذا أو المؤلفين شافعية فينقلون من كتب شافعية. فهمتم علي؟ نعم. يعني الإمام ابن الصلاح، الإمام النووي رحمه الله، الخطيب البغدادي، هؤلاء فلما ينقلوا شيئا يتعلق بالمصطلح من كتب الآخرين طبيعي أنه ينقلوا عن كتب هم ثقفوها أو قرأوها أو يعني درسوها. فمن هذه الناحية هذا الرجل شافعي لأنه من الكتب التي قرأت أو وصلت إلى ابن الصلاح رحمه الله. قالوا موجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم من الخراسانيين فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. مرات يذكروا ما يشير إلى الاثنين، مثل ابن جرير رحمه الله سمى كتابه تهذيب الآثار، بعد ما رأيتم كتاب تهذيب السنن والآثار. أيوة، يعني أشار للمفارقة لأنه إذا اجتمعا افترقا، لأنه السنن غير الآثار. هذا هكذا. قد يشار في كلام آخر إلى أنه مطلق الأثر، مثلا كلام الشيخ طاهر الجزائري رحمه توجيه النظر إلى أصول الأثر. أصول الأثر إيش يقصد منه؟ الحديث من حيث وفاء، حينئذ يطلق هذا على هذا، وكثير من العلماء يستعملون هذا. هذا النوع السابع أيضا خفيف وفرغنا منه. طيب ننتقل إلى النوع الثامن. قال رحمه الله تعالى النوع الثامن معرفة المقطوع.
وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع. المقطوع طبعا من قطعه، مقطوع قطعه فهو مقطوع، يعني من حيث هو المقطوع قطعه فهو مقطوع. كأنه يعني وهو ما جاء عن التابعي كما هو معروف، فكأنه سمي مقطوع يعني لبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا علي يا أخوان شوية صغيرة من حيث المعنى. أولا كمبدأ عام يعني بالاستقراء وقناعة القلب والنفس، كل ما يقوله الصحابي الفقيه، كل ما يقوله طبعا مو كل يعني كلية مثل الله واحد، الله يعني صفات الله هيك ما تتخلف، لا، لكن يعني كل ما يقوله الصحابي أغلبه أو مجمله مأخوذ من الكتاب أو السنة. فبهذا الاعتبار صلح وحسن أن يسمى موقوفا، حسن وجمل أن يسمى موقوفا. ليش؟ لما سمينا موقوف يعني في إمكان الإضافة لفوق ولا لا؟ في احتمال. أما إذا كان ما في صلة والله ما في حاجة تقول موقوف. لاحظتوا علي يا أخوان؟ فلفظة موقوف هذه فيها انتخاب بدقة. ليش؟ لأنه هو هذا المعنى ليس من عندهم، هذا المعنى من قلوبهم، مما قر في نفوسهم أن الآية تفيد كذا، أن الحديث يفيد كذا، أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد كذا إلى آخره. فقالوا بجوازي، بمنعي، بتحريمي، بوجوبي إلى آخره. فسمينا ما قاله الصحابي موقوفا لأنه على وشك أو يقبل أن يضاف إلى الله أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فتسمية موقوف يعني اختيار فني. فهمتم علي؟ مو هي يعني بالعطة. وكذلك مقطوع أيضا هذا اختيار فني. ليش؟ لأن الأمر بعوده. فالتابعي أصبح يقول من عنده، وقد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب في الصحابي أنه يقول من عند الله عز وجل استنباطا، أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو استنباطا. فصار عندنا الألفاظ من حيث هي. لما نقول مرفوع وضح المدلول اللغوي والمعنى الفني فيه، إذا قلنا موقوف أيضا المعنى الفني فيه أيضا وضح، إذا قلنا مقطوع أيضا جاء هذا وضح إن شاء الله. أيوه. هذا مقطوع يعني من قطع الشيء. يعني إيش معنى قطعه؟ طيب إذا كان نحن نقول قال سعيد بن المسيب كذا، قال فلان من التابعين كذا، إيش كيف نسميه مقطوع؟ قال لا، هذا ما له علاقة، ما له صلة في الصحابي، ما له صلة في الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يتوقع أن يكون يعني كلامه. لكن كلام الصحابي يمكن أن يكون كلامه وأضافه الصحابي إلى نفسه تأدبا أو تحفظا أو ما إلى ذلك. فصار لفظ مقطوع اختيار للمعنى ومدلول على معنى ملاقي للمشخص. فمقطوع معناه كلام التابعي. هذا ما يمكن أن يقال في لفظة مقطوع. أما منقطع مما يقول فيه الصرفيون، يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى يعني زيادة الحروف أو الكلمة أو اتساعها يدل. فمنقطع يعني الانقطاع فيه يعني نابت. فهمتوا علي؟ يعني نابت من أصله، يعني كأنه في ذاته الانقطاع. فلما نقول منقطع قالوا المنقطع غير المقطوع. المنقطع يعني ما كان ساقط فيه أكثر من واحد من غير محل إلى آخره. فحينئذ لفظ منقطع اصطلاحهم فيه أيضا يدل على شدة الانقطاع، ولكن انقطاع ليس من حيث المعنى، من حيث العدد. يعني نصف استطعت أعبر لكم، نصف تعبير شوي، أعيد شوي. قريب المتصل والموصول. أيوة بس أعيد شوي. الآن مقطوع مو عللناها بأنها مقطوع باعتبارها موقوفة على التابعي من أتباع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قلنا مقطوع. جينا في منقطع هل معناه أنه منقطع يعني ليس موصولا بالرسول، إلا منقطع يعني فيه انقطاع؟ فيه انقطاع فين؟ السنة. ايوه انقطاع في السند. فصار الموضوع فيه ما له علاقة بالمتن. صار الموضوع فيه انه من حيث هو وقع خلل فيه. المقطوع هل وقع فيه خلل؟
أيوة، يعني الآن استطعت أقرب شوي تشخيصا. يعني لفظة المقطوع ليست لقب خلل في ذاتها، لأنها تضاف للتابع نفسه، تضاف للتابع نفسه، لكن لفظة منقطع لقب خلل. وضح؟ وضح إن شاء الله. أيوة، فهمتوا؟ مثل موقوف، مثل موقوف. أيوة، ما في نقص، يعني ما في غمز. لفظة موقوف ما فيها غمز، ما فيها يعني مس على الحديث، لكن إذا أخذت حديث منقطع من حيث هو هذا فيه علة. تفضل. قد يجتمع المنقطع والمقطوع، مثلا يقف على تابعي ويكون سند هذا التابعي فيه انقطاع. ايوه معلش، هذا ما في معنى، ما في حرج منه. هذا اصله من حيث هو عند التابعي، واصله من حيث النقل شيء اخر. فمن حيث هو كلام تابعي وصف بانه مقطوع، ومن حيث فيه النقل متقطعين، فيهم فراغات، فيهم انقطاعات، منقطع، ما في حرج هذا. طيب، قال النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع التي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، يعني في النوع العاشر. الحمد لله رب العالمين، رحمكم الله. ويقال في جمعه المقاطع والمقاطع. أنا ذكرت لكم شيء يتعلق بهذا أبدا؟ يعني الآن في 15 واحد شاهد. مسانيد ومسانيد. إيش قلت هذا؟ أبدا. في واحد هناك قال، بس لسه نشوف. المسانيد أفصح. المسانيد أفصح. أيوة، أنا قلت لكم الإمام البلقيني قال له رسالة في هذا الموضوع، وأن مساند مفاعل أفصح من مفاعيل. أيوة، لا تنسوا. تقولون لا، طبعا هكذا أنتم صادقين، لكن بمجموعكم ما يفوت ما قلته، لكن بمفردكم قد يفوت. أيوة، خلوا بالك. يعني لذلك يعرض الحديث على الأقرار. قال ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع. وقال الشيخ البلقيني رحمه الله أنه مقاطع أفصح. ما تمكنت أراجع الصرف لماذا كان أفصح، يعني ما عندي كتاب أراجع فيه. قال وهو أي المقطوع ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. طيب، قال الخطيب أبو بكر الحافظ هنا، الخطيب أبو بكر الحافظ، لاحظتوا كيف هنا الباب الذي قبله الحافظ أبو بكر. أيوة، أغير. هو إذا كان جينا للسياق النظامي، هذه أيضا لا تأتي في الامتحان لكن لا بأس من استفادتها. إذا جئنا للسياق النظامي فالكنية تأتي قبل. قال أبو بكر، وبعدين نحط الحافظ الخطيب. فهمتوا علي؟ إذا كان له لقب فاللقب قبل. لو فرضنا اسمه شمس الدين، يقول قال شمس الدين أبو بكر كذا كذا إلى آخر اسمه. فالشيخ رحمه الله مرات يورد الكنية قبل، مرات يوردها بعد. لكن إذا كان أردنا الترتيب التاريخي، يعني النظام التاريخي، فاللقب أولا، الكنية ثانيا، الاسم ثالثا، يعني كترتيب. فهمتوا علي؟ اللقب أولا إذا كان شمس الدين، نجم الدين، علم الدين، حسب ما. نعم يا شيخ. يعني كأنه أشرف، لأنه اللقب فيه المدح أول كلمة، وبعدين يوجز واحد، يوجز هكذا، يعني هكذا والله أعلم. أنا هكذا وقفت عليه. أيوة، وأحسن من يعني تستفيدون منه مثل هذه الفوائد الصفدي في الوافي بالوفيات، عنده مقدمة في هذا الموضوع في نظام التاريخ، وكتاب يعني كتاب آخر يفيد في الموضوع، السخاوي رحمه الله، الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التوريخ، ولكن ما فيه المقدمة التاريخية التي تحدثنا عن النظام في التاريخ، كيف نؤلف، كيف نكتب، شلون ننظم. فهمتوا علي؟ كتاب الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التوريخ للحافظ السخاوي رحمه الله جيد، مفيد جدا في بابه، يعني فريد، مو مفيد، فريد في بابه، ولكن لا يعطينا نظام التاريخ. في كتاب آخر صبح الأعشى في كتابة الإنشاء للقلقشندي يعطينا هذه الفوائد بالتنظيم أيضا، يبين كيف تنظم، وإيش معنى كل لقب، وليش لقب هذا، وإيش مدلول هذا اللقب، وإيش مدلول هذا اللقب، في بعض أجزائه اللي هي 14 مجلدا، في بعضها ربما السادس السابع نسيت. في أحد هذه الأجزاء بحث طويل عن الألقاب وترتيبها وتنظيمها وكيف تقال. وفي ألقاب توجد في الكتب في القرن السابع والثامن ما يمكن أن تفهموا المراد منها إلا إذا رجعتم إلى صبح الأعشى.
أعيد عليكم. أيوة هذا لسه مختصر لك كيف